هناك 4 علامات يتميز بها حلال الطير من حرامه. إحدى ال4 تكون مقدمة على ال3، وال3 الأخر في عرض واحد، يعني أيها وجد كافي بعد فقدان الأولى. شنو هي ال4؟ أول شيء الصفيف والدفيف، علامة لحل الطير وحرمته. شفنا طير من الطيور، لا هو حمام، لا هو دجاج، لا هو بط، طير من الطيور صيد في البر، ومن ندري هذا حرام أو حلال. العلامة التي تدل على حليته أن يكون دفيفه أكثر من صفيفه. لما يطير يحرك أجنحته، يدف بها أكثر مما يصف. هم يصف بالأثناء، لكن أغلب طيرانه بالدفيف حلال. وإذا انعكس الأمر انعكس الحكم. الطير اللي غالبا صفيفه أكثر من دفيفه يعتبر محرمة.